السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا تشوفوا فيديو النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة. طبعا انا عارفة ان ناس كتيرة جدا بتخاف انها تعمل بسبوسة لانها خايفة انها تشقق منهم او تنشف. ليها اسباب كتير تخلينا نتخوف منها، انا كنت واحدة من الناس دي. بس بعد الفيديو ده انا متأكدة ان انتوا مش هتبطلوا تعملوها في البيت ومش هتشتروها من بره تاني. هنعرف كل الاسرار بتاعة الحلواني وازاي نطلع البسبوسة طرية، سكرها مظبوط وكمان مرملة. هنبدأ دلوقتي وهنشوف طريقتها مع بعض. بس يا ريت قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي ليندا ودي قناتي. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ويلا نبدأ على طول في الطريقة. اول حاجه هبدا بيها طبعا هي المقادير. هحتاج ل3 كوبايات ونص من دقيق السميد او دقيق السمولينا. دقيق بتعرفوا ازاي ان هو حلو لما تحطوه على ايديكوا وما تلاقوه ما بيسيبش اي اثر. يفضل طبعا ان انتوا تستعملوا افضل نوع دقيق. وهحتاج لكوبايه ونص من السكر، وكوبايه الا ربع من لبن الحليب، وكوبايه الا ربع من السمنه، يفضل سمنه بلاش زبده. وكمان 3 معالق كبار من جوز الهند، ده اختياري. ومعلقتين كبار من عسل النحل، ممكن تستبدلوه بعسل الجلوكوز او شربات الكنافه التقيل البارد. دي كل المكونات، انا ما بضيفش بيكنج باودر. اول حاجه هبدا بيها هي المكونات السائله. فعلى الحليب هنزل بالسكر، وكمان هنزل عليه بالعسل النحل، وزي ما قلت لكم ممكن تستبدلوا بعسل الجلوكوز او الشربات التقيل البارد. هقلبهم مع بعض وهحطهم في الميكرويف علشان العسل يكون فك معايا وكل حاجه تمتزج. هسيبهم لحد ما يدفوا. دلوقتي بقى على دقيق السمولينا حطيت جوز الهند وحطيت السمنه، وهبدا بقى اخلطهم مع بعض. في ناس بتقول ما تخلطوش في المرحله دي كتير، ولكن لا، لان السمنه ما فيهاش مواد سائله، عشان كده بقول لكم استعملوا سمنه بلاش زبده. الزبده بيكون فيها حليب فده يجمع جلوتين، انما السمنه ما تجمعش جلوتين. فبالتالي تقدروا تبصوها براحتكم، ولكن برضو مش كتير قوي. انا بس عاوزه كل ذره من دي السمولينا تكون متغطيه بالسمنه، فببسها بايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما تتغلف تماما. دلوقتي بقى طلعت الخليط من الميكرويف، ويفضل ان يكون دافي زي دمع العين، ما تحطوهاش خالص وهي سخنه. حطيتها على دقيق السمولينا بعد ما خلطته بالسمنه، وبدات اخلطه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي بالراحه جدا. حاولوا على قد ما تقدروا تخلوا ايديكم خفيفه، ما تقلبوش كتير، لان دي السمولينا بيجمع جلوتين بسرعه جدا. فانا بس جست ان انا بخلط الحليب مكونات السايله مع المكونات الجافه، وبس كده وقفت على طول. دلوقتي بقى في صينيه مقاس 30 بدهنها سمنه بسخاء. يفضل طبعا الصينيه ما يكونش حروفها عاليه علشان ما تشققش منكم. دي برضو من العوامل اللي تخلي البسبوسه بتشقق، ان الصينيه بيكون حروفها عاليه. نزلت بدقيق سوري بخليط البسبوسه. نزلت بيه على الصينيه، وزي ما انتم شايفين الخليط ما بيكونش سايل، بيكون متماسك شويه. ولكن بيكون لين في الفرد. لبست جلافز وبدات افرده بالشكل ده علشان اساوي الاطراف. حاولت على قد ما اقدر اساوي الاطراف. لو انتوا هتستعملوا ايديكم ممكن تحطوا على ايديكم شويه سمنه عشان كمان تخلوا اللون يبقى واحد. وبعدين اهم خطوه تخبطوا الصينيه. الاول بخبط الحواف بتاعه الصينيه او جوانب الصينيه علشان تتساوى الاول، وبعد كده هخبط الصينيه من النص. التكنيك ده برضو مهم جدا عشان يطلع معاكم البسبوسة ناجحة ومتساوية كويس. في الخطوة دي بقى ممكن تضيفوا المكسرات، ولو انتوا حابينها سادة مفيش مشكلة. انا بحبها بالبندق فحطيت انصاف البندق عليها بالشكل ده. ممكن تحطوا لوز او سوداني زي ما تحبوا، بس اهم حاجة ان انتوا تضغطوا على المكسرات عشان ما تطلعش معاكم. وبعد كده هحطها في الفرن لمدة نص ساعة على درجة حرارة متوسطة. انا طول ما انا بعمل البسبوسة كانت الفرن شغال ساخن، واول ما حطيت البسبوسة خليته على درجة حرارة متوسطة. بسيبه نص ساعة، بسيبها هي تتحمر لوحدها. يعني انا مش بنزلها تحت الشواية. ولكن لو الفرن عندكم مش بيحمر وش البسبوسة، ممكن تحطوه تحت الشواية مثلا في اخر 10 دقايق بس. دلوقتي بقى هبدأ اعمل شربات البسبوسة. احتجت الكوباية من السكر، عليها كوباية ونص من المية. شربات البسبوسة لازم يكون خفيف، ما بقلبوش. سيبته لحد ما غلي، وبعد كده ضفت عليه معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من السمنة. معلقة السمنة دي هتفرق معاكم جدا في الطعم، وكمان هتدي للبسبوسة لمعة حلوة جدا من بره.
بس كده قلبتهم مع بعض لحد ما كل حاجه امتزجت. انا بعمل الشربات والبسبوسه في الفرن، يعني البسبوسه عدى عليها مثلا حوالي ربع ساعه، الاطراف بتاعتها بدات تتحمر، سبتها ورجعت اعمل الشربات. بس كده. دلوقتي بقى البسبوسه طلعت من الفرن، البسبوسه ساخنه والشربات ساخن، بضيفها عليه. مجرد ما بتلاقوها بتتشرب كده ده بيدل على نجاح البسبوسه معاكم. دي برضو من علامات نجاحها انها بتتشرب الشربات على طول، ما بتستنوش. ببدأ اضيف الشربات كده تدريجي، مرة في التانية في التالتة، لحد ما اخلي الكمية كلها تتشرب. المقدار ده هيطلع معاكم البسبوسة سكرها مظبوط جدا. لو انتوا حابين الحاجة تكون سكرها زيادة عن اللزوم ممكن تزودوا كمية الشربات شوية، ولكن المقدار ده مطلع البسبوسة سكرها بيرفكت. علشان تخلوا البسبوسة طرية لازم تغطوها. انا هنا غطيتها بالفويل، ولكن انتوا ممكن تغطوها بصينية بأي حاجة أكبر منها لغاية أما تبرد تماما. مجرد ما بردت ببدأ أقطعها. طبعا أنا ما استنيتش كتير، يعني أنا استنيت تقريبا حوالي ساعة لحد ما بردت شوية وبعدين بدأت أقطعها. ولكن يفضل ان انتوا تسيبوها لتاني يوم. طبعا ما فيش حد هيستنى، بس هو ده الأفضل ان انتوا تستنوا لتاني يوم قبل تقطيعها، وبعدين تقطعوها بالشكل اللي انتوا عاوزينه علشان القطعة تطلع معاكم مظبوطة. شايفينها عاملة ازاي؟ بجد بيرفكت. لو انتوا مش حابين ان المقدار يطلع معاكم سميك كده، انا عاملاها سميك عشان ترميلتها تبان ليكم. لو مش حابين انها تطلع سميكه كده هتقللوا المقدار شويه، وانا كل المقادير هحطها لكم تحت في صندوق الوصف. بدات بقى احطها واحط عليها شويه من القشطه وازينها بالفستق. شايفين بقى الجمال بتاعها وانا بقطعها؟ شايفين الترميله ولا الطعم؟ بجد حكايه. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا رايكم تحت في الكومنتات، وبالف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربها. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. عملنا بسبوسه الحلواني احلى من الحلواني نفسه. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم والطريقه تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو متنسونيش بلايك الفيديو. لو مش مشتركين في قناتي اشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.